عشان تعرف بس ان انت مش لوحدك اللي بتبقى انسان متخاذل او بتتخاذل على اللي انت بتعمله. فالخذلان اللي انا عملته ان انا النهارده المفروض كنت اروح الجيم قبل الفطار او ساعة الفطار. عندنا تمرينة كتف ومفروض اصلي التراويح، ما صليتش التراويح. تمام. فانا كده دلوقتي انسان متخاذل. الوقت الساعة 12، صحيت الساعة 12، نمت، كنتش قادر، تعبان خالص فنمت. ولكن هل انا مثلا تخاذلت فقلت لا مانيش مصور؟ لا، قلت اصور وهنزله. هنستغل في وقت صلاة تهجد الساعة 1:30، هننزل بإذن الله نصلي التهجد إن شاء الله، ونكمل بقية الفلوج أو نكمل بقية السلسلة بتاعتنا. فمش معنى إن أنت اتخذلت أو أنت خذلت وإن أنت اتعطلت على اللي أنت بتعمله أو كسلت أو كلام من ده، لأن طبيعي وارد إن إحنا إنسان نكسل كلام من ده. فما توقفش بقى، لأ، قوم تاني في ساعتها كده وابدأ بالقليل. لسه فاضل ما عادش في اليوم حاجة خلاص، يبقى نحاول نصارع قد ما نقدر، حتى لو 5 دقايق، حتى الفيديو يبقى 5 دقايق بس اسمها ان انا عملت اللي عليا، حتى لو كانت في ظرف من اي ظرف من الظروف. وصورت واطلع لك وهنقول السؤال بتاع النهاردة وانا اجيب عليه ان شاء الله، وهنصلي تهجد وربنا ييسر كده الحال ان شاء الله. فدلوقتي عندي شوية حاجات خلصوا مع اللاب، هرد على العملاء بتوعي واللي هم المتدربين معايا يعني في الاونلاين كوتشنج، ونشوف الدنيا عاملين ايه في الدايت وكده. بعدين ان شاء الله لما تيجي الساعة 1:30 ننزل نصلي التهجد ان شاء الله، نشرب قهوتنا الجميلة وننزل بإذن الله نصلي التهجد كده ان شاء الله، وربك ييسر الحال بإذن الله. فمش معنى ان انت انسان بتتخاذل زي، او ان انا مثلا ممكن كنت اطلع مقولكش ان انا تخاذلت وابين لك ان انا كل الدنيا معايا سليمة، لا، بتخاذل وبقوم وبص، ممكن اكون بتخاذل اكتر منك وقسما بالله. ولكن الفكرة ان انت تفضل تستمر حتى حاجة لو قليلة. القليل القليل الدائم خير من الكثير القليل، فاهم؟ انا قلتها صح؟ على القليل خير، القليل الدائم خير من الكثير القليل، صح؟ قلتها صح، معلش لسه قايم منه. فالسؤال بتاع النهارده هيبقى سؤال حلو يعني، ان شاء الله باذن الله هيعجبكم يعني. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. عايز اقول لكم حاجه كده على السريع. معايا شاب بيتمرن معايا ما شاء الله، كان عامل تحول مرعب. فالشاب ده قرر ان هو يبدأ صناعة محتوى كده، فانا شجعته. ولكن هو دايما بيقعد يقول لي الظروف والحياة ومعيش احسن حاجة وي. فانا يعني حابب اقول له في البلوج ده لو بتتفرج عليه يعني، انت لازم تبتدي صغير، لان اللي بيبتدي صغير هو اللي في يوم من الايام هيبقى حاجة كبيرة، لان مفيش حد بيبتدي كبير. لو قعدت تقول بقى انا ظروفي وي ومعيش احسن حاجه ولا احسن معدات والكلام من ده، مش هتعمل حاجه. لان انا بشوفها كده، انت الوقت لما بدات صغير وبدات من تحت، انت لما توصل هتحكي قصه حياتك او قصه كفاحك، هتقول فيها ايه؟ هتقول والله ده انا كل حاجه كانت متوفره لي، ولا انا مثلا جبتها من تحت وطلع عيني لما جبتها واحده واحده وجبت دي ودي 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 ودي، صح؟ فهي كده. فدايما برضو السؤال ليك، لو انت بتعمل حاجه او انت بتبدا في حاجه حتى لو صناعه محتوى، وابدأ واصبر عليها، ما تستعجلش على النتائج. انا زيك والله كنت بستعجل على النتائج في الاول، لكن الحمد لله لما ادركت الموضوع فهمت ان انت تاخد الحاجة على المدى البعيد. اي حاجة حتى لو هي في حياتك، حتى لو انت بتعمل اي حاجة، انت اثرها او انت هتجني منها على المدى البعيد. انت مثلا كراجل بتزرع زرعة، هل انت بتحصدها على طول؟ لا، بتقعد بالشهور، ممكن تقعد بالسنين. فانت هتقعد بالسنين على ما تحصد اللي انت عملته. فانت اللي بتعمله ايه؟ تركز في حياتك، تطور من نفسك اكتر كل يوم، تشتغل على نفسك، تقرب من ربنا اكتر، تدعي ربنا انك يعينك على الحاجه اللي انت بتعملها مش يسهلها لك.
لان الحاجه لو كانت سهله كان كل الناس عملتها، ولكن اطلب من ربنا ان هو يعينك ان هو فعلا يحقق لك الحاجه دي والمرض اللي انت عايزه. وما كنا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين حاجة في منتهى الروعة يعني. زي ما بس الجو وحش أوي اللي من ده. الجو وحش أو خليها ب30 ماشي عشان زود كده عشان تبقى الدنيا جميلة. دي الأعشاب عشان ايه برد النووي يجي ده، نقول له لأ اثبت مفيش برد انت هتروح. دي الخلطة من عند العطار، الخلطة المميتة بقى دي بقى على طول تروح بقى ايه تسحر. طب ليه لقيت صفارة، نروح بقى ايه نتسحر دلوقتي عشان لسه عندنا برضه ايه صلاة فجر. نتسحر بقى ونصلي الفجر ونقعد شوية ايه نقرأ قرآن بإذن الله. وفي حاجة بقى أعملها أو كده، عندي حاجة أذاكر ولا أي حاجة أو شغل أخلصه كلام من ده. وعندي الفلوج ده منتشه. ولسه السؤال أنا ناسي السؤال بتاعنا بتاع النهاردة، لسه السؤال. نروح بقى إيه قبل السحور كده إيه نعمل السؤال بتاعنا ونأجي بعدين إن شاء الله. طيب يا سيدي، وصلنا لآخر حاجة في الفلوج والفقرة بتاعتنا المحببة إلى قلبي وإلى قلبك. السؤال بتاع الفقرة بتاعتنا النهاردة، والسؤال بيقول: أنا لو أدركت ليلة القدر أقول إيه أو أدعي بإيه؟ بص، أنا وأنت متفقين إن إحنا مش عارفين أمتى ليلة القدر، بس هي في العشرة الأواخر من رمضان وملهاش ميعاد محدد بالظبط. العلماء في قالوا إن هي يوم 27، وفي قالوا إن هي في أيام الوتر اللي هي بتاعت ال21، ولكن هي أمتى بالظبط الله أعلى وأعلم. بس أنا لو حسيت كده إن هي النهاردة مثلا ليلة القدر أقول إيه؟ بص يا سيدي، إحنا نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها. قال لها إيه؟ هو دعاء واحد بس هتقوله: اللهم إنك كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس هو الدعاء ده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تفضل تقول الدعاء ده طول ال10 الأيام الأخرى من رمضان، إذا كان بقى الفردية أو الزوجية، على طول تقول الدعاء ده. طبعا ده غير مع الصلاة والقراءة القرآن وقيام الليل، عشان لو انت أدركت ليلة القدر كده من غير ما انت تعرف، يبقى انت عملت كل اللي مطلوب منك وفعلا حصلت ليلة القدر بكل فوائدها وكل منافعها. بس ده كان السؤال بتاع النهاردة يعني. ولكن احنا هندرج ليلة القدر ولا ليها ميعاد ثابت أو محدد؟ لا، ملهاش ميعاد محدد خالص نهائي يعني، ولكن احنا الله أعلى وأعلم هي أمتى. فبس انت على طول افضل قول الدعاء ده: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ان شاء الله يغفر لك ويتنول ليلة القدر كده ان شاء الله انا وانت يا رب. اللهم امين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، وجعلنا من عتقائك من النار كده باذن الله. بس يا سيدي، وصلنا لنهاية الفلوج. فلو عجبك الفلوج والسلسلة بتاعتنا، ما تنساش اشتراكك الجميل واللايك بتاعك الاجمل يا صديقي. وحاجة كمان، ما تنساش تحب صحتك. انا محمد ايهاب، وما تنساش تحب صحتك. سلام.